السحر والجان موجودين حوالين الإنسان، أحيانا ممكن يأذوا ويخلوا حياة بني آدم مش أمان، لكن بفضل الرحمن وكلامه اللي قاله في القرآن واللي وصانا بيه سيدنا محمد من زمان، واللي بيه لا السحر ولا الجان يقدروا يبقى ليهم على بني آدم سلطان. وزي ما قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام: من تصبح ب7 تمرات عجوة أو تمر لن يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وده اللي خلى الأبحاث والدراسات الحديثة في حالة جنان، وبيسألوا نفسهم ازاي رسولنا قال الكلام ده من زمان، وان ازاي أكل العدد الفردي من التمر بيحمي بإذن الله من الجان. فاكتشفوا ان أكل العدد الفردي من التمر بيولد طاقة حوالين جسم الإنسان اسمها الهالة الزرقاء، ودي بتحمي جسم الإنسان بإذن الله إنه يحصل بينه وبين أي حاجة مؤذية أي التقاء، وده كله في حالة أكل التمر بعدد فردي من الحبات. لكن لو أكلته بعدد زوجي فبيحوله جوه الجسم لسكريات، أما العدد الفردي فبيحولها لكربوهيدرات. فسبحان الله خالق الإنسان والجن والنبات. وندخل بقى على فوائد التمر الكتيرة واللي هتبهرك وبجد خطيرة، إنه بيمنع سرطان الأمعاء الغليظة، وبيعالج فقدان الشهية للأكلات اللذيذة، وبيساعد على تحسين التركيز، وبيقلل من تساقط الشعر اللي يغيظ، وبيمنع من تسوس الأسنان، وبيعالج حموضة أي إنسان، وبيعالج الروماتيزم وسرطان المخ، وبيحسن صحة الحامل وفيك مش هتبخ. بالإضافة إن السكر اللي في التمر يا عم هو أسرع سكر بيتنقل من الفم للدم، لأنه بيحتوي على 80% من السكريات. عشان كده ما تكترش منه أكتر من اللازم، لأن الشيء لو زاد عن حده اتقلب لأزمات. سؤال الحلقة: إيه اسم الطاقة اللي بيولدها التمر حوالين جسم الإنسان؟ سهلة دي، اكتبوها لي في الكومنت. ودي كانت حلقة النهاردة، استنونا بكرة في حكاية جديدة نتمنى تبقى ليكم مفيدة، ويا رب تقضوا خلال شهر رمضان أيام وليالي سعيدة. كان معكم بسمة مجدي، أشوفكم على خير. رمضان